ما زلنا مع المجموعة الثانية، ولكن هذه المرة من الجولة الثامنة الزميل عمرو عمار تواجد في مباراة المريخ والفنار ديربي الممتاز به في بورسعيد، وجاء لنا بهذه المباراة. أيضا كان تقرير مؤجل معنا من الجولة الثامنة 2-1 المريخ على الفنار. الزميل عمرو عمار، تفضل يا أستاذ عقيلي. ماتش صعب، بس احنا اللي صعبناه نفسنا. احنا الشوط الاول حضراتكم شايفين 5-6 كور في العارضه، حاجه غريبه النهارده، جوان انفرادات، ضيعنا جوان كتير قوي قوي. فطبعا الشوط الثاني هم جابوا جون من اوت. طبعا الواحد بنحترمهم، فرقه كويسه ومعاهم مدرب كبير بصراحه، مجدي الشناوي اخ كبير ومدرب كبير ومدربنا، بس احنا افضل في الماتش بشكل كبير جدا، ضيعين جوان كتير جدا جدا واحنا اللي عملنا في نفسنا كده. اولا ببارك لنادي المريخ، نادي من انديه بورسعيد، واحنا بنفتخر اي نادي من نادي بورسعيد يبقى كويس. الحاجه الثانيه ان انا فخور بلعيبه النهارده، عملنا ماتش كويس، ولكن انا مش عايز اقول تحكيم، الحكم حسب 5 دقائق نفاجئ ان بقى 8 دقائق كره. يعني انا مش عايز اتكلم عن الحكام والكلام ده، بس الحكام لازم يبقى فيه نظره من المراقبين. المراقب يتكلم يشوف الحكم ده، الحكم ما فيش حد بيحاسبه، احنا بنتظلم ما فيش. لا التقرير ده بالتقرير عمل لي ايه؟ الحمد لله احنا كنا النهارده عاملين جيم كويس ومقدمين الماتش كويس، سوء الحظ والكره بتاعت الخمس دقايق حسب محمد 5 دقايق علينا، لعب 9 دقايق، فانا مش عارف اقول غير الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. وعلى اداء الحارس بتاعي النهارده، كان حارس ممتاز وعمل ماتش كويس جدا جدا وجيم كويس. انا الحمد لله بشكر فرقتي، بشكر الرجاله اللي كانوا في الملعب. احنا بصراحه بنعمل كل حاجه في الكوره، بس مش عارف مفيش توفيق. بفرصتين لنا قدام الجون في الشوط الثاني والشوط الاول، الكوره مش عايزه تخش، الوقت الضايع عدى. طبعا نادي المريخ ده بيت، اولا الف مبروك نادي المريخ، بس احنا النهارده احنا عملنا كل حاجه في الكوره وكل الناس اتفرجت وشافت كده. جول لينا مش اوف سايد، حسب اوف سايد، مع ان ده جاي من نص الملعب. مفيش توفيق. الحمد لله هو دوت والله العظيم من اول الدوري بنلعب وبنتعب وبنجتهد نعمل كل اللي علينا، بس مش عارف الكوره ما عندنا خالص. روح اللعيبه كلها الحمد لله، واحنا الايام اللي فاتت كانت ما عندنا قوي، بس الحمد لله ربنا بيكافئنا برضك بجون زي ده. ده الجون ده تعب فرقه كامله. انا طبعا بعد الجون ده كابتن دقيقه 97 يا كابتن، الحمد لله بحمد ربنا طبعا الحمد لله. بعد الجون ده كابتن رمضان طبعا كان تعبان قبل مننا اصلا بيوم، فانا بعدله طبعا الجون ده، وبعد مجلس الاداره اللي واقف معانا على طول. طبعا بنبارك لنادي المريخ، نادي اخونا هنا بورسعيد، اخونا الكبير يعتبر. الناس لهم فضل علينا طبعا في موضوع الملعب، مستضيفيننا طول الموسم اللي فات في الصعود والسنه دي، طبعا لازم نبارك لهم، وكلهم ناس محترمين واخواتنا، والناس حتى اتمرنا معاهم. طبعا هو قدر الله ما شاء فعل، بس هي يعني الدنيا مش مظبوطه طبعا، ظروف النادي في حاجات كتير عامل كبير. يعني اعتقد ان احنا النهارده يعني اضعنا مش اقل مثلا من 20 فرصه، وفي الكوره مفيش كده. الكوره ما عندكم يا كابتن؟ ده احنا في 3 كور في الشوط الاولاني، واحده في العارضه واثنين في الايمين يعني. لا الكوره يعني مش معانده، لا بس احنا لازم نخلص الفرص دي، ما ينفعش تضيع 20 فرصه وانت كسبان واحد. مجرد ان الجون الثاني جه في الشوط الاولاني الماتش خلص خلاص. من ملعب المريخ نقلنا لكم احداث مباراه المريخ والفنار، والتي انتهت بفوز المريخ ب2 مقابل هدف. كان معكم عمرو عمار، تصوير احمد يوشع من ملعب المريخ.